السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في إبداع من داري، فيديو جديد ووصفة جديدة. هذا النهار غادي نحضر معكم بريوات وسيجار، يعني بثلاثة الحشوات، كل حشوة كتنسيك على الأخرى. كنتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساوليش البارطاج مع الأصدقاء والأحباب واللايك الفيديو إلى عجبكم، واللي ما مشتركش القناة يضغط على الجرس ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. هنخليكم مع هاد الصور وندوزو المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي ندوزو الحشوة الأولى يعني بدون لحوم، الحشوة ديال البطاطس. هنايا غادي ندير واحد 10 الحبات، أنا درت كمية كتيرة، درت 10 الحبات ديال البطاطا قطعتهم مربعات، درت واحد شوية د الملح ودرت ورقة سيدنا موسى، وغادي ندير واحد ملعقة كبيرة ولا 2 ملاعق ديال الزبدة باش كتجينا هاد البطاطا يعني من السما، ونخليوها يعني تسلق. وصافي هنايا بعد ما تسلقت كنحتاجها كما كتشوفوا راها عاد سخونه. كنحتاج عندي الكمون والفلفل الاسود والملح والزعتر والزيتون مقطع. عندي هنايا المعدنوس وعندي الفرماج الاحمر، وعندي 6 القطع ديال الفرماج مثلث، يعني تقدروا ديروا غير الفرماج مثلث او الاحمر، بغيتو ديروهم بزوج ديروهم. صافي هنايا البطاطس راها سخونه وغادي نربزها. كتجي هاد الحشوه اكثر من رائعه، يعني انا درتها لكم بدون لحوم، اللي بغى يضيف عليها الطون يضيف، انا درتها غير هكاك وكتجي لذيذه بزاف. صافي هنا بعد ما يعني ربزتها مزيان، تقدروا تربزوها غير بالفرشيط. صافي كنضيف عليها الفرماج والزيتون مقطع يعني اخضر، وهنا المعدنوس والفرماج الاحمر. هادو هما المكونات، وغادي نخدمها مزيان باليد، يعني غادي نخدم مزيان دوك المكونات. راه كتجي واحد الحشوه لذيذه بزاف ورائعه ما تشبعوش منها واقتصاديه. صافي كنخدم مزيان هاد المكونات مزيان كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالها. صافي هنا غادي ندوز باش نعمرها، غادي نديرها بريوات. انا غادي نحتاج ورقه الفيلو، يعني الا بغيتو ديروا هاد الورقه راه كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه بزاف، يعني احسن من الورقه العاديه. اللي ما بغاش يدير الورقه العاديه. صافي هنا غادي نحتاج الدقيق والماء اللي باش غادي نلصق بها البريوات. هنا كنحاولوا معها كما كتشوفوا هاد الورقه راها حساسه بزاف، يعني بعض المرات راه كتخرج فيكم يعني شي ورقه راها كتكون كاع مقطعه، ضروري كنحاولوا معها بالمهل. صافي هنا غادي نقطع على نصفين وغادي نقطع. المهم هاد الكميه ديال البطاطس اللي درت، يعني درت انا 2 قابسات ديال الورقه ديال الفيلو. نتوما بغيتو ديروا غير يعني قابسه دي تنقصوا. صافي درت هذا الحجم، يعني قسمت الورقه كل نصف قسمته على 3، بغيتهم يكونوا شويه كبار. هنايا صافي كنبقى نحيد، يعني كنحيد كل 2، يعني راه هنايا 2 حبات متلاصقين باش ما كتقطعناش هاد الورقه، يعني هنا زوج في الورقه. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنحل كامل، وكنبقى ندير واحد الملعقه ديال الحشوه في كل شريط. قلت لكم بغيتو نتوما تزيدوا معها الطونه زيدوا معها، راه كتجي يعني رائعه. انا درتها لكم هكاك اقتصاديه. صافي كنعمر هاد الطريقه باش كتجيني عمليه وسهله ودغيا يعني نسالي هاد البريوات. صافي هنا في هاد الاثناء غادي نلف، يعني كنطوي البريوات كما العاده، يعني كنقاد الحشوه كنضغط عليها واحد شويه يعني باش ما تفتحناش، كنقادوها. صافي بهذه الطريقه، الطريقه سهله اللي كنضغطوا عليها باش كتجينا الحشوه ديال البطاطس يعني كامله في هذا المثلث. يعني كنحاولوا غير بلاتي مع هاد الورقه حيت حساسه، الا كانت يديكم فيها الماء غادي تقطع لكم، والنتيجه كتجي رائعه. يعني الا بغيتو تقليوهم ولا بغيتو ديرهم في الفرن كتكون النتيجه يعني مزيانه. صافي هنا كندهن بالقليل ديال الدقيق وكنسد، ضروري كنسدو من الجوانب، ما كنخليش هذيك
يعني البلاصه اللي كتبقى عاليه ضروري كنديروا فيها الدقيق باش الا بغيتو تقليوها ما كتفتح لكمش نهائيا. صافي كنستمر بهذه الطريقه كما كتشوفوا وكندهن. يعني الا بغيتو تقليوهم كدهنوهم بالدقيق من احسن، وبغيتو ديروهم في الفرن غادي ديروهم غير ببياض البيض. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله، وغادي ندوز نحضر معكم الحشوه الثانيه. هنايا احتاجيت يعني عندي هنا صدر الدجاج او صدر الديك الرومي، عندي كيلو. هنايا درتها بنكهه السمك، درت ضمات البنه ديال السمك، ورقه سيدنا موسى، ودرت شويه د الملح، وخليت هذا الدجاج يتسلق وغادي نصفيه. الدجاج بعد ما تسلق لي قطعته قطع صغيره كما كتشوفوا. وهنايا عندي انا ديال الدجاج عندي كيلو، والبصله عندي 3 الحبات شلطتهم في الهشوار. عندي الشعريه الصينيه اللي سلقتها وقطعتها. التوابل كنحتاج توابل ديال السمك، وعندي الملح والفلفل الاحمر، الفلفل الاسود، شويه د الخرقوم، شويه د السكينجبير، الملح، ضامه ديال السمك. يعني هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. وعندي الزيتون مقطع، عندي الحامض مسير، عندي صلصه الصوجا والصلصه الحاره، عندي المعدنوس والقزبر والفرماج الاحمر والزيت المائده. هادو هما المكونات، ودائما المقادير غادي نخليهم لكم بالضبط في صندوق الوصف. صافي هنا كنشد واحد الطنجره او مقلاة. انا عندي كميه كثيره، درت طنجره درت فيها البصله وغادي نشحرها مزيان حتى تهبط لي واحد شويه. عاد كنضيف لها المكونات الاخرى. كتجي هاد الحشوه رائعه ولذيذه بزاف. كما كتشوفوا بعد ما هبطت لي البصله غادي نضيف عليها داك الدجاج اللي قطعته رقيق. يعني كتجي فيها واحد اللذه اكثر من رائعه، وفيها البنه ديال السمك. اللي عنده القمرون يقدر يسلق دوك القشور ديالو يسلقهم في الدجاج باش كيعطينا لذه اكثر ديال السمك. صافي هنايا زدت عليهم الزيتون، اللي بغى يدير الشامبينيو يدير. صافي هنا درت ديك الهريسه، واحد الصلصه حتى هي كانت عندي شويه حاره، والحامض مسير اللي قطعته. يعني هنا كانت عندي نص حامضه مسيره قطعتها باللب ديالها بكل شيء. وكنبقى نشحر هاد المكونات. بعد ما كيتشحروا مزيان واحد 2 دقائق ولا، عاد كنبقى نضيف المكونات الاخرى. هنايا درت صلصه الصوجا، هنايا عندي خفيفه تقدروا ديروا 2 معالق كبار. يعني عندكم ثقيله ديروا غير ملعقه كبيره. هنا عندي التوابل اللي ذكرت معكم، ضروري توابل السمك يعني اللي كتعطينا واحد اللذه رائعه في هذه الحشوه. وغادي نضيف ديك الشعريه الصينيه اللي سلقت، غادي نخلطها مزيان. الا كان خصنا الزيت ولا التوابل ولا كندوقو غادي نضيفو، يعني كنزيدو. انا كنخليوها كتشحر مزيان. صافي هنا ضفت المعدنوس والقزبر، كنكثروا المعدنوس. صافي الفرماج حتى كتبرد لي الحشوه عاد كنضيفها. هنايا صافي قطعت الورقه كما كتشوفوا، غادي ندير شكل بريوات، يعني قطعتها طولي. حتى هنايا استعملت ورقه الفيلو. هاد الحشوه يعني دات لي 2 قابسات ديال ورقه الفيلو. اللي بغى يدير الورقه العاديه يديرها، انا كنفضل ورقه الفيلو. صافي هنايا غادي نطوي يعني طريقه عاديه ديال البريوات. كما كتشوفوا طريقه سهله وعمليه. دائما يديكم كتكون ناشفه ما فيهاش الماء ولا باش ما تقطع لكمش يعني. وما كنديروش نهائيا الزيت في هذه الورقه، حيت كتجي يعني الا درنا لها الزيت ما غاديش نقدروا نخدموا بها، خصوصا المملحات. صافي كنبقى نلوي وكنقاد باش الحشوه ما كتخرج ليش نهائيا بهذه الطريقه. صافي كنستمر حتى كنكمل الكميه كامله. هنا دهنتهم يعني غير بيض البيضه اللي ضفت لها واحد شويه ديال صلصه الصوجا باش كنحيد منها ديك الزفوره ديال البيض، يعني غير بيض البيضه. صافي كنستمر بهذه الطريقه
حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. وضروري يعني نزيروها مزيان باش ما كتفتح لناش ملي كنقليوها. كنضغطوا عليها واحد شويه باش كتقاد لنا يعني الوجه ديال هاد البريوه بهذه الطريقه. صافي وكنخليهم جانبا وندوزو نحضروا الحشوه الثالثه والاخيره. نحتاج لها عندي هنايا 300 غرام ديال الكفته، تقدروا ديروا اكثر او اقل. عندي هنا 3 الحبات ديال البصله، عندي 2 فلافل، يعني تقدروا ديروا الفلافل الوان، انا درت غير الفلفل الاحمر. عندي الهريسه، توابل، عندي الملح، الفلفل الاحمر، سكينجبير، الخرقوم، وعندي القزبر يابس، وعندي توابل ديال اللحم والفلفل الاسود، عندي صلصه الصوجه وزيت المائده. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج يعني. وعندي الربيع، عندي المعدنوس والقزبر. انا راه يعني ما وريتولكمش. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. كندير في مقلاة يعني الزيت، وكندير فالي هادوك الحبات ديال البصل، 3 الحبات، وغادي نخليها تشحر واحد شويه حتى كتهبط لي. عاد كنضيف عليها المكونات الاخرى. ضروري كنحركوا هاد يعني البصل بعد ما كتهبط لي كيولي اللون ديالها ذهبي. غادي نضيف عليها الكفته. الكميه ديال الكفته انا درت 300 غرام، نتوما تقدروا ديروا اكثر او اقل على حسب الكميه اللي بغيتو. صافي هنا كنخلط مزيان هاد الكفته مع البصله، وكنضيف لها الملح، وكنستمر بالتحريك. بعد ما كتهبط لي الكفته كما كتشوفوا، غادي نضيف الفلفل الاحمر. كما قلت لكم ديروا فلافل الوان، انا اكتفيت غير بالاحمر. غنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيهبط لنا واحد شويه ديال يعني الفلفل كيهبط لنا في الطياب. وكنزيد عليه هذيك الصلصه الحاره يعني اختياريه، اللي ما بغاش ما يديرهاش. ونزيد التوابل اللي ذكرت معكم كاملين. غتلقاو المقادير بالضبط في صندوق الوصف. هنا الشعريه غادي نضيفها. انا غادي نقص، انا درت كميه كثيره غادي نقص منها، ما نديرهاش كامله. نديرو غير علبه، انا كنت درت علبه ونصف. انا غادي ندير المعدنوس والقزبر، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. وندير صلصه الصوجه، واحد 2 ملاعق كبار ديال صلصه الصوجه، وكنخلطوا هاد المكونات مزيان. كنقطعوا ديك الشعريه الصينيه صافي، وكنخليها جانبا وحتى كتبرد حتى هي صافي. وغادي نعمرها. هنا غادي ندير الطريقه يعني غادي نديرهم صغار هادو ديال الكفته. غادي نخالف، غادي نقسم الورقه على 3، يعني كتديروا عينكم ميزانكم ولا كتعبروا بالمسطره على حسب الورقه. انا قسمتها على 3. كما كتشوفوا الورقه راه كتكون مقطعه، يعني كتجي مقطعه. ضروري كنحاولوا معاها غير بالمهل. صافي هذه هي الحشوه بعد ما بردت لي. هنايا عندي ديك بيض البيضه او كامله، غادي درت معاها صلصه الصوجه. وهنا غادي نعمر. قسمت هذيك الورقه طويله يعني على 2. هنا كل 2 ورقات كيكونوا عندي، يعني ماشي غير ورقه واحده. الا درنا ورقه واحده غادي تقطع لنا. صافي وكنعمروا القياس ديال السيجار شحال يعني الحشوه. صافي وكنلف بهذه الطريقه، طريقه عمليه وسهله. صافي كنلوي غير بلاتي باش ما تقطع لياش الورقه، وكندهن بالبيض وصلصه الصوجه، وكنلوي هكا وكنضغط واحد شويه بهذه الطريقه. صافي كنستمر. كانت يعني الورقه مقطعه كتحاولوا معاها غير بشويه. اللي بغى يدير الورقه العاديه يديرها، هذه كتجي النتيجه ديالها يعني مقرمشه اكثر من الورقه يعني ديال البخار. صافي هنا بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي درتها في اللاطات ديال الفرن. بغيت غادي نشمعها، يعني غادي نشعل الفرن نشمعها غير واحد شويه ونحيدها باش غادي نحتفظ بها في المجمد. يعني فوق ما بغيت كنجبد الكميه اللي بغيت. هنايا بعد ما يعني غادي تشمع غادي نحطها في اللاطات، نحطها هكاك مسرحه
ونديرها في المجمد. وكل يعني طبقة كندير بيناتها بلاستيك حتى كتجمد، عاد كندسها. الا خليتوها مجموعة غادي تلصق، يعني غادي تلصق وتضيع لكم صافي. وكنحتفظوا بها، كل طبقة كنديرها في بلاستيك، وداك القسم اللي تجمد كنحشيوها كاملة في واحد البواطة وندسوها علبة نزيروا عليها، وكتبقى لنا مدة طويلة. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تنساوليش اللايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب، واللي ما مشتركش القناه يضغط على الجرس ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد للقناه. غنخليكم مع هاد الصور، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.